السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نور أخبارهم. النهاردة هنعمل البسبوسة بكل تفاصيلها، ازاي ما تعيش مني، ازاي اختار دقيق سميد كويس، ايه هو الأسرار اللي هتبقى موجودة فيها. كل ده هنعرفه في الوصفة ان شاء الله النهاردة. ازاي تبقى مرملة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده وتبقى بنفس اللون ده. كل التفاصيل دي هنعرفها في الفيديو. معايا مكونات البسبوسة، معايا سميد بسبوسة. اعرف ازاي اذا كان السميد البسبوسه ده حلو ولا وحش؟ باخده في ايدي كده، واول ما انزله من ايدي مبقاش فيه دقيق في ايدي مبقاش فيها دقيق. اول ما اخده كده وانزله كده الاقيه ايه، خشن، ملاقوش ناعم قوي. بيبقى فيه دقيق ده هيعضم منك وهتبقى معيشه معاكي ومش هتبقى حلوه. طب هنعمل ازاي البسبوسه؟ معايا كوبايه ونص سمنه، باخد كوبايه منها بالشكل ده دافيه مش سخنه، وهنزل بيها على الخليط دوت عشان اغلف كل البسبوسه بالطريقه دي كده، عشان خاطر تعمل لي تغليف للدقيق بتاعها، وفي نفس الوقت اضمن ان انا لما اجي انزل بالسوائل عليها ما تعملش معايا تعيش او تعضم مني. هبدا ان انا بسها كده بالشكل ده كده. بعد ما بقى السمنه عملناها كده بالشكل ده كده في الدقيق بتاع البسبوسه، خدت كل السمنه بالشكل ده وبسناها بالطريقه دي. هنبدا نعمل السائل اللي هي هتحط عليها عشان تعجن بيها. هناخد كوبايتين من السكر مع نص كوبايه سمنه، كوبايه ونص من الحليب. السمنه قد الحليب. هناخد معلقتين كبار عسل كلوكوز. وعسل الكلوكوز هو السر اللي بيديني اللمعه اللي بتبقى في البسبوسه بالشكل ده كده. ادي اول معلقه كبيره، هناخد التانية وهنزل بيهم على النار، ادوبهم لحد ما يدوبوا، بس مش عايزاهم يسخنوا، انا عايزاهم يطفوا بس، يبقى زي دمعه العين او رضعه البيبي كده. وهبدا ان انا اجيبها وانزل بيها على الدقيق. هنبدأ ننزل بالحاجات السائلة اللي احنا حطيناها. ده على فكرة كيلو بسبوسة، لو حابة ان انت تعملي نص كيلو هيبقى نص كيلو الدقيق بسبوسة عليه 3/4 كوباية سمنة. هنحط نصها في البسبوسة والنص التاني في السائل، وعليه كوباية الا ربع لبن، وعليه كوباية سكر، وعليه معلقة كبيرة عسل كلوكوز. هنبدأ ننزل بالمكونات بتاعتنا كلها بالطريقه دي مره واحده كده، نخلط في بعضه بالشكل ده، ندوبه كده مع بعض. بعد ما خلطنا البسبوسه عندنا بالشكل ده كده، نبدا نحطها في الصواني بتاعتها. يا ريت يكون الصاج او الصينيه اللي انا عامل فيها الحرف بتاعه قليل بالشكل ده كده. انا دهناه سمنه. ابدا انزل بالخليط بتاعي كده، اوزعه على الصواني بتاعتي بالشكل ده. هفرد كل الخليط بتاعي كده في الصواني بالشكل ده. ابدا استخدم ايدي بالشكل ده كده وادبها كده اهو حلو، عشان خاطر لو في اي هواء يطلع ما تعيش معايا. وابدا اقطعها بالسكينه بالشكل ده كده قطع، عشان خاطر لما اجي احط العسل تشرب مني. بعد ما قطعناهم بالشكل ده ادخلهم الفرن على درجه حراره 180 درجه. انا مولعه الفرن قبل ما اشتغل، ما تبقاش عامله تحمر من تحت ووشها ينشف. انا عايزه الوش والظهر وكله يحمر في وقت واحد من غير ما اولع شوايه. ابدا ادخلهم في الفرن على درجه حراره 180 درجه، وهنيجي نحضر الشربات. معايا مكونات الشربات بتاعي: 3 كوبايات من السكر، هضيف لهم 5 كوبايات ميه، هضيف 5 كوبايات من الميه،
هحط عصرة ليمون بالشكل ده، رشة من الفانيليا، معلقتين كبار عسل كلوكوز، معلقتين كبار عسل كلوكوز بالشكل ده كده. هضيف معلقة سمنة بلدي. هبدأ احط كل الشربات ده على النار بالشكل ده لحد ما هي تطلع عندي البسبوسة، وهسقيها الشربات سخن وهي سخنة. بعد ما طلعت عندي من الفرن بالشكل ده البسبوسة بالشكل ده وخدت اللون الذهبي الجميل ده، والشربات عندي جاهز، هنزل بيها سخن والشربات سخن بالشكل ده كده. بتشرب عندي الشربات اهي بالشكل ده، معنى كده ان هي ناجحة. وتستكفى بالشربات اللي هي هتاخده. كل مشرب اديلها هتديني قوام بعد كده احسن وطعم احسن، وكمان هتديني نعومة في البسبوسة ويبقى طعمها احلى من كده كمان بكتير. بعد ما البسبوسة شربت عندي الشربات بالشكل دوت وبردت، هبدأ اطلع قطعة كده منها نشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. البسبوسة طلعت بالشكل ده كده، مرملة وطرية وناعمة ومتماسكة بالشكل ده كده. لو عجبتك النهارده الوصفة بتاعت النهارده، ياريت تعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس وتعملي لايك عشان يوصلك كل ما هو جديد وبنعمل شيف.